السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هدف عمر مرموش ضد فريق ليون الفرنسي في الدوري الاوروبي لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا ان بدايه اللعبه كوره اماميه للاعب فرانكفورت الالماني من ناحيه اليمين، وهنا لاعب ليون الفرنسي بيحاول ان يستخلص الكره، وهنا استلمها لاعب فرانكفورت، وهنا جه لاعب اخر من نادي ليون يضغط عليه. كده اتنين لاعبين يضغطوا استخلاص الكره، وهنا بيحاول انه يمر منهم ولكن يسقط والكرة تصل إلى زميله. وهنا هنلاقي وهنلاحظ إن عمر مرموش بينطلق ناحية المرمى وبيشاور لزميله إن يلعبها في المساحة الفاضية له، وبالفعل زميله يلعبها. كرة أمامية رائعة ناحية اليمين، اللي بينطلق فعلا عمر مرموش في المساحة الفاضية بينفرد بالمرمى تماما. هنا حارس المرمى واقف متردد إن يخرج من مرماه، ولكن هنلاقي عمر مرموش بيسددها من لمسة واحدة رائعة على يمين الحارس، محرصا على الهدف الثاني لفريق فرانكفورت في هذه المباراة، لأن في هذه اللحظة كان فريق ليون الفرنسي متقدما بثلاثة أهداف لهدف. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا لحظة لعب زميله في الفريق الكرة له، وهنا لحظة مشاورة عمر مرموش لاستلام الكرة، وهنا عمر مرموش بينطلق وحيدا منفردا بحارس المرمى، وهنا لحظة التسديدة الرائعة من لمسة واحدة على يمين الحارس، محرزا الهدف الثاني لصالح فريق فرانكفورت في هذه المباراة. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.